السلام عليكم. أهلا بيكم في عالم التطبيقات. لو أنت مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات، تقدر دلوقتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد ومفيد في عالم التطبيقات، ونقدر نشرح لك كل التطبيقات اللي تهمك في حياتك، سواء كانت تطبيقات محلية أو تطبيقات عالمية، زي تطبيقات العقارات وتطبيقات السيارات والتطبيقات اللي بتسرق بياناتك وحساباتك، وكمان تطبيقات التعارف. وهنتكلم النهاردة عن تطبيق VIP كاش. تطبيق VIP كاش حجم التطبيق 7 ميجا بايت. عمليات التنزيل اللي تمت للتطبيق أكتر من 100 ألف عملية تنزيل. تطبيق VIP كاش ده تطبيق قروض للمستخدمين، بيوفر قروض للمستخدمين. تقدر إن أنت تطلب قرض بقيمة محددة وبمدة سداد معينة تناسبك. أهم ما يميزه VIP كاش إن هو سهل الاستخدام وسرعة الموافقة على القرض، بس لازم تنتبه، القروض بتكون بفايدة عالية، يعني لازم تسدد المبلغ اللي استلفته بالإضافة للفايدة المضافة عليها. وكمان VIP كاش بتقدم قروض صغيرة الحجم، مدة السداد بتاعتها بتكون قصيرة، يعني ممكن تكون أسبوعين أو شهر بالكتير، عشان كده الفايدة بتاعتها بتكون عالية شوية. ولو عايز تعرف تفاصيل زي الحد الأدنى للقروض أو للفائدة بالظبط، ممكن تدخل على موقعهم الإلكتروني أو تفتح التطبيق وتبص على شروط القرض أهم حاجة. VIP كاش بيطلب منك معلومات أساسية عشان يقدر إن هو يدرس طلب القرض بتاعك، زي اسمك بالكامل ورقم بطاقتك وتاريخ ميلادك والدخل الشهري بتاعك. كمان لازم يكون ليك حساب بنكي عشان يحولك عليه القرض لما يتوافق عليه من التطبيق. طبعا تطبيق VIP كاش زي أي خدمة مالية لازم يكون ليها عيوب لازم نكون عارفينها. أول حاجة إن الفايدة بتاعتها بتكون عالية شوية، وده عشان القرض بيكون صغير ومدة السداد بتاعتها قصيرة، عشان كده الفايدة بتكون عالية. ممكن يكون فيه رسوم إضافية لو اتأخرت في السداد بتاعها، وده ممكن يزداد عن التكلفة الكلية للقرض. وأعتقد إن مهم برضو إن لازم تعرف إن القرض ده مش حل طويل للمدى للمشكلة المالية اللي عندك. لو عندك مشكلة مالية كبيرة، القرض ممكن يحلها مؤقتا بس مش هيحل المشكلة من جذورها. ومن العيوب التانية للفي اي بي كاش ان هو ممكن يوقعك في فخ الديون. ممكن تحس ان انت محتاج الفلوس عشان حاجة معينة، تاخد قرض وتسد الفلوس اللي عليك، بس بعدين بتلاقي نفسك محتاج قرض تاني عشان تسد القرض ده، وهكذا. وده بيخليك بتدخل في دوامة ديون صعبة الخروج منها. وكمان من العيوب الأخرى للفي اي بي كاش إن أنت مش عارف بالظبط الفايدة اللي هتدفعها، يعني ممكن تلاقي نفسك في الآخر بتدفع فايدة أعلى من اللي كانوا قايلين عليها في الأول. ممكن تلاقي شروط إضافية مخفية زي رسوم الخدمة أو تأمينات بتزيد من التكلفة الكلية للقرض. واهم حاجه لازم ناخد بالنا منها سياسه الخصوصيه عندهم. سياسه الخصوصيه بتكون مش واضحه او مش قويه بما فيه الكفايه، دي لازم ناخد بالنا منها كويس قوي. يعني ممكن ما يضمنوش سريه بياناتك الشخصيه، وده بيفتح باب لعمليات النصب والاحتيال. كمان ممكن يبيعوا بياناتك لشركات تسويق، وتبدا تتلقى كميه كبيره من الرسائل البريد الالكتروني والاعلانات المزعجه.